النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدًا، جدًا، وهي إنه إزاي أقدر أعمل template وأحتفظ بيها جوّه الPremiere وأقدر أستخدمها وأعدّل عليها في أي وقت أنا عايزاه، فتعالوا نعرف مع بعض إزاي هنقدر نعمل ده. دلوقتي كل اللي هنعمل فكرة بسيطة أوي نطبّق عليها، لكن أنت تقدر تعمل ده في أي حاجة أنت تحبها. دلوقتي هاجي من هنا هاضغط كليك يمين وهاقول له new item وبعد كده هاختار color matte عايزة أعمل background يعني، وبعد كده مثلًا ممكن أخلّيها باللون الأبيض، وهاقول له أوكي، هاخدها أسحبها على الsequence بتاعي بالشكل ده، وبعد كده هاجي بقى بالtype tool من هنا هاكتب بقى أي حاجة أنا عايزاها، مثلًا ما تنساش تشترك في القناة أهو، بالطريقة دي. طيب هو مش باين معايا ليه؟ لإن هو باللون الأبيض. طيب أنا هاقدر أضبّط من حاجة اسمها قائمة الproperties علشان أنا باشتغل على نسخة 25، لكن لو أنت بتشتغل على أقل من كده فهتلاقيها في الessential graphics. وأيًا كان الحاجة أو أيًا كان القائمة اللي هي مش موجودة عندك، تقدر تجيبها من خلال الwindow اللي هي موجودة فوق، وبعد كده هتقدر تختار أي حاجة معمول عندها علامة صح فهي موجود بالفعل في الwork space بتاعتي، لكن مش معمول عندها أي علامة صح، فهي بالتالي مش موجودة في الwork space. فأي قائمة مختفية معايا باقدر أجيبها من خلال الwindow وأهو كل الحاجات بتاعتي. المهم أنا دلوقتي هاتحكم من خلال الproperties، فهاجي كده هاضغط على الtext بتاعي، بعد كده هانزل تحت هاغيّر مثلًا هاخلّيه باللون مثلًا الأصفر، تمام؟ أهو، فبدأ يظهر معايا. بعد كده أنا مثلًا عايزة أختار font تاني مختلف، فمثلًا لأ مش عاجبني ده، ممكن مثلًا أي حاجة، خلّينا نختار بالمرّة text يكون شكله أو font يكون شكله حلو، مثلًا ده. حاسة إن هو صغير هاكبّر كده، تمام، عايزة أوسطنه هاجي من هنا من الalign هاوسطنه بالشكل ده. طيب وبعدين؟ أنا دلوقتي عملت كل ده، خلّينا نصغّر شوية هنا علشان نشوف مع بعض بشكل أوضح. فأنا دلوقتي أهو عملت الtext بتاعي وضبّطته وخلّيته في النُص بالشكل ده. تعالوا بقى نضبّط عليه، عايزة أعمل مثلًا stroke فخلّيني مثلًا أعمل stroke باللون الأسود، مثلًا حاساه كده تمام. بعد كده هاعمل له background اللي هو ده، وبعد كده مثلًا عايزة أزوّد الopacity أقللها عادي جدًا، وآجي مثلًا من هنا هاكبّر كده شوية. ممكن من خلال الbackground دي أختار لون، ممكن أختار اللون ده يعني على حسب كده، أوكي، وهاجي مثلًا من هنا هازوّد، تمام. فأنا أهو ممكن أزوّد حجم الbackground بتاع الtext وممكن أقللها بالشكل ده، وبعد كده لو عايزة أعمل curve للbackground دي فهاقدر أعمل curve بالطريقة دي كده، تمام. فالموضوع معايا سهل وبسيط ما فيهوش أي مشاكل خالص. طيب عايزة بقى أضبّط الshadow فأهو، تمام، وهاقدر إن أنا أعمل الshadow بتاعي بالشكل ده كده. المهم إن أنا ضبّطت الموضوع بتاعي بالطريقة دي. طيب هتقولوا لي يا سارة كل ده تمام، طب وبعدين؟ إحنا برضه لسه ما عملناش ملف الموجرت ولا عملنا الtemplate بتاعتنا. هاقول لك حلو أوي. دلوقتي كل اللي هاعمله إن أنا هاجي من هنا كده وأدخل على effect controls بالشكل ده. خلّينا بقى نكبّر القائمة بتاعتنا كده. فأنا مثلًا عايزة الlower third أو الtext ده يدخل من اليمين ويفضل شوية بعد كده يطلع من الناحية الشمال. فهاقول له إن أنا عايزة أعمل toggle animation هنا وهاخلّيها مثلًا، محتاجين نصغّر شوية القوائم علشان الkey frames بتاعتي تكون واضحة بالشكل ده. خلّيني مثلًا هاخد الkey frame ده هنا، وبعد كده هاجي هنا في البداية هاخلّيه يطلع كده برّه، بُصّوا كده هيبدأ يدخل معايا. طيب وبعدين هاجي من هنا على الkey frame الأولاني، هاضغط كليك يمين وهاقول له ease out، وعلى على الkey frame التاني هاقول له ease in. بالمناسبة لو بتتلخبط في موضوع الkey frames ومش عارف تتحكم فيها وتمشّيها إزاي، فأنا عاملة درس يخُص كل حاجة تخُص الkey frames، فهاسيبها لك في الآي اللي بتظهر من فوق تقدر ترجع له وتستفيد منه. ولو كمان مش عايز تستخدم الkey frame خالص وتشتغل من غير key frame برضه عاملة درس بخصوص حاجة زي كده، برضه هاسيبه لك في الآي اللي بتظهر من فوق تقدر ترجع له وتستفيد منه. دلوقتي أهو الدنيا معايا تمام جدًا.
بس هيفضل لغاية كده النهاية وهيختفي مثلًا، أنا مثلًا هاخلّيه لغاية هنا وبعد كده هيضيع منّي، أنا عايزة أعمل له بقى خروج، فهاعمل إيه؟ هاجي على الkey frame ده يا هاضغط Alt واسحب كده، يا إما هاخده copy وpaste ويعني هاخد مثلًا هاضغط هنا على control C وآجي في المكان اللي أنا عايزاه واضغط على control V وهاجي بعد كده على الkey frame ده هاقول له Alt برضه هاسحب كده بالشكل ده لغاية هنا، تمام؟ فهالاقيه طلع من الناحية اليمين برضه، أنا مش عايزة كده، أنا عايزاه يطلع من الناحية الشمال، فخلّينا نضبّط كده بالشكل ده. فبُصّوا كده معايا أهو، دخل كده هيفضل واقف شوية وهيخرج. طيب حلو أوي، أنا عملت مثلًا ده، عايزة بقى إن أنا أحتفظ بيه وهاعمله كملف مُجرت أو يبقى الtemplate بتاعي، فهاعمل إيه؟ ودي الخطوة الأساسية في الدرس بتاعنا ومحتاجين نركّز فيها لإن هي أصلًا سهلة. طيب هنعمل إيه؟ كل اللي عليّا دلوقتي قبل ما أحتفظ بيه كملف مُجرت، إن أنا هاجي شايفين العلامة اللي هي باللون الأزرق هنا وهكذا هنا برضه، هاجي هاسحبها من هنا بالشكل ده كده وهكذا هنا. طيب دي لازمتها إيه؟ دي لازمتها إن أنا دلوقتي لمّا أحتفظ بيه كtemplate أو كملف مُجرت، هابقى محتاجة مثلًا مش طول الوقت هاستخدمه بنفس المدة الزمنية بتاعته، في أوقات هاحب أزوّده مثلًا هاطوّل المدة بتاعته شوية، فلو طوّلت أو قصّرت الkey frames بتاعتي هتبوظ، وخاصةً في حالة إن أنا هاقصّر مدته، فهالاقي مثلًا لو قصّرت المدة بتاعته مثلًا لغاية هنا كده، فهالاقي يعني مثلًا خلّينا نشيل أهو بأمانة نجرّب مع بعض، مثلًا لو جيت قلّلت من مدته كده تمام، كده، هالاقي إن كل ما باروح مثلًا خلّينا نشيل برضه الkey frames دي، لو أنا عملت كده وقلّلت من مدته خالص، شايفين الkey frames إيه اللي حصل لها؟ باظت، تمام، وحركة الدخول والخروج بتاعتي باظت، فأنا هارجع كل اللي أنا عملته ده كده، فأنا دلوقتي كإني عملت save للمنطقة دي وsave للمنطقة دي، فهو سواء هازوّد في مدته أو هاقلل هيفضل محتفظ لي بالخروج والدخول بتاعي، ولو جيت من الproperties ونزلت كده هيقول لي إن الduration بتاع الintro والoutro اللي هو اللي أنا عملتها دي الintro ودي الoutro اللي هو مدة الخروج يعني، فالمهم إن أنا احتفظت بيه كده، فهاجي هاعمل إيه، هاجي بعد كده على graphics and titles وهاقول له هنا هاجي هاقول له export as motion graphics template وهاقول له أوكي، وبعد كده من الbrowse هاختار مثلًا إنه ده يكون المكان بتاعي الديسكتوب، ومثلًا هاسميه هنا باسم مثلًا صورة، هاسميه أي حاجة علشان أعرف إن أنا أعمل عنه search وهاقول له أوكي، احتفظ بيه. هاجي بعد كده على الديسكتوب بتاعي هالاقيه أهو ملف المُجرت اللي أنا عاملاه دلوقتي، ده أنا كنت باجرّب عليه قبل كده، لكن ده هاجي هاخده كده هاسحبه على قائمة الessential graphics أو الgraphics templates بحسب النسخة اللي هي 2025 لكن هتلاقيها عندك اللي هي essential graphics عادي. فأنا دلوقتي سحبتها هنا تمام، مش ظاهرة معايا مثلًا، فهاعمل إيه، هاجي هاعمل search هنا باسم سارة أهو. لو جينا حذفنا دي بالشكل ده، وجيت سحبتها من هنا، موجودة معايا بالkey frames الخروج والدخول بتاعتها عادي جدًا. طيب عايزة بقى إن أنا أقلل مدتها عادي، هتقل، شايفين منطقة الخروج والدخول مُحتفظ بيها إزاي، حتى باين على التراك نفسه أهو. عايزة أطوّل بقى براحتي جدًا كل ده، هافضل ماشية كده عادي، وهو مُحتفظ لي بالخروج بتاعي، ومُحتفظ لي بالدخول وكل حاجة تمام. كمان أقدر إن أنا أضبّط عليه، يعني أنا بعد ما أخدته سحبته بالشكل ده، أقدر إن أنا أضبّط كل الحاجات دي، بمجرد ما هادخل على الproperties من هنا، هاقدر أغيّر كل الحاجات دي، اللي هو ممكن أقول لك ما تنساش تعمل like مثلًا، تمام، فأنا أهو بالنسبة لي الدنيا تمام، تعالوا كده، طبعًا هو مش جاي في النُص، فأنا أقدر عادي إن أنا أعمل الalign بتاعه أضبّطه، ومش هيأثّر على الدخول ولا الخروج، علشان كده عملنا اللي هو حفظ للمنطقة اللي هي فيها key frames سواء هنا أو هنا، أو سواء يعني في البداية أو النهاية، فأنا أهو وهييجي برضه هيخرج معايا بالشكل ده. طيب أنا غيّرت مثلًا الtext بتاعي، محتاجة أغيّر اللون بتاعه، عادي جدًا، كل الحاجات هاقدر إن أنا أتحكّم فيها، ممكن أهو أخلّيه باللون مثلًا الأخضر ده أيًا كان، أو عايزة أغيّر لون الbackground سهل برضه إن أنا أغيّره، كل الحاجات دي أقدر أغيّر في كل النِسَب عادي، بس هيفضل محتفظ
بالشكل الأولاني اللي أنا حفظته عليه، لأن هو ده الملف الموجرت بتاعي اللي هو ده. يعني بُص أهو هنا مكتوب ما تنساش تشترك في القناة، في حين إن أنا غيّرت هنا وغيّرت كمان الألوان بتاع الfont والbackground وكل الحاجات دي، لكن عندي أهو محتفظ زي ما هو، ولو جيت سحبته مرة تانية عادي، أهو هالاقيه عادي محتفظ بكل حاجة، مع إن هنا أنا مغيّرة أهو، خلّينا مثلًا نطوّل دي أهو، فأنا هنا يعني مغيّرة هنا لأ، عايزة آخد duplicate مثلًا من ده Alt وهاسحب فوق وعادي جدًا هالاقيه زي ما هو، وأهو زي ما هو، فمحتفظ لي بالنسخة الأساسية وبيدّيني الحق في إن أنا أعدّل براحتي زي ما أنا عايزة، بس كده. فده كان فكرة درسنا النهارده، أتمنى تكون استفدت ويكون الموضوع وصل لك بشكل مبسّط. لو عجبك الدرس ما تنساش تعمل لايك، ولو أول مرة تشوف لي فيديو فما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زرار الجرس علشان كل سبت وتلات يوصلك نوتيفيكيشن إن في درس جديد نزل الساعة 10 مساء. وما تنساش تقولي رأيك في الكومنتات، وشاركني برضو لو تحب إن أنا أكون بتكلم عن حاجة معينة خلال الوقت الجاي.